واخيرا يا بنات عدوا ال10 ايام وقبضت جمعيتي وجبت الكتينة اللي نفسي فيها. طبعا انتوا عارفين في فيديو قبل كده ان احنا كنا عاملين جمعية من 20 جنيه. 20 جنيه كل يوم ب10 افراد بتنقبض كل 10 ايام كام 2000 جنيه. تمام. اقول لكم دلوقتي كل سنة وانتم طيبين وصباح الخير وصباح الفل والسلام عليكم. كل حاجة حلوة في الدنيا. طبعا الفرحة اللي انا فيها ما تتقدرش ان انا عملت انتاج كده لنفسي. فرحانة بمجهودي، فرحانة بتفكيري، فرحانة ان انا عملت حاجة. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت هقبض يوم الوقفة قدام التاريخ قدامكم يوم 5/6. حتة الذهب دي طبعا الجمعية كانت احنا قبضنا فيها 2000 و طبعا في فلوس انتوا فاكرينها ان احنا بعنا فيها حاجات وفيها عيش وفي حصالة كنا بنشيله فيها اي حاجة تزيد مننا والكلام ده كله. ويعني ظبطت شوية حاجات كده. تمام. ورحت جبت ديت كانت بالظبط ب3100. بس الجواهرجي عشان هو عارفنا قال لي بنتي، لان بنتي راحت اشتريتها، قال لها ال100 جنيه دي ايه اديتك. حلو. انتوا فاكرين طبعا السلسلة ديت كنت انا جايباها تقريبا ب7000 او 6900 بالظبط. وقلت لكم هخليها لما اجيب ما شاء الله عليها. فرحانة جدا مبسوطة جدا واتمنى ان انتوا تسمعوا كلامي. والله العظيم يا بنات هتستفيدوا. اول حاجة بس قبل ما نتكلم معاكم متنسيش تعملي لايك. انزلي اعملي لايك دلوقتي. مش هتعبك في حاجة وربنا ما هتتعبي. والله العظيم اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو وابدوا يا بنات. ابدوا. نفذوا كل اللي قلت لكم عليه في الفيديوهات. انا والله العظيم قاعده كاني قاعده كده في وسطيكم كده بتكلم معاكم وانا بحبكم جدا جدا وبحب لكم الخير. اتمنى انتوا تحبوا لي ايه الخير. اخيرا تحسي ان انتي عملتي او بذلتي مجهود ولقيتي له نتيجه. خلينا واقعيين. مفيش واحده في الظروف الراهنه دلوقتي هتقول جوزي هيجيب لي دهب تاني. يبقى انتي بتحلمي سيادتك. تمام. مفيش واحده هتقول لي ممكن يجيب لي هديه او هيجيب رجع لي اللي خده مني. والله العظيم يا اختي اللي جايب ولا هو مرجع لك حاجه. لو انتي فكرتي شويه بس ودبرتي نفسك ودبرتي امورك هتطلعي حاجات من العدم. هتطلعي فلوس من العدم. يعني مثلا تمام. طبعا قلت لكم السلسله دي على فكره ما شاء الله كمان والسلسله هما الاثنين كانوا عيار 18 خلاص. طيب الجمعيه دي من 20 جنيه. انتوا متخيلين يعني 20 جنيه طالعين منك في اليوم في جمعيه بتحطيهم على خلال 10 ايام. تمام. بكل واحد في ال10 ايام هيدفع 200 جنيه. في ال10 هيبقى 2000 جنيه. انا جايبه ما شاء الله صغيره ورقيقه وزي العسل. والله العظيم جميله. والله جميله. تمام. طبعا انتوا عارفين ان هي الكتينه نفسها او السلسله نفسها كانت عندي من الشهر اللي فات. خلاص. وكنت لابساها كده من غير اي حاجه. فكان لازم اجيب لها ما شاء الله. طبعا في حاجات اللي هي مكتوب عليها الحمد لله وفي الحروف والكلام ده كله. فطبعا اي حاجه مذكور عليها اسم ربنا طبعا انا بستحرم يعني. آه كل كلمه قلتها في الفيديوهات اللي قبل كده نفذيها وتعالي حاسبيني وقولي لي انا ما لقيتش فلوس. يعني تعالي حاسبيني وقولي لي انا ما لقيتش فلوس او ما عرفتش اعمل حاجه. تمام. الحمد لله ما عادش كنت بعتذر. تعالي كده اكتبي لي في الكومنت وقولي لي ما بعتش. لا والله 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 لا تبيعي ولا يبقى معاكي فلوس. طبعا انا جايبه لكم اللي هي التكه اللي فيها الماس دي عقبال ما نلبس الالماس يا رب.
عقبال ما يبقى حلمنا ان احنا نجيب الماظ، ولا حتى يعني حاجه يعني ايه، تمن واحد على سوسم اي حاجه من قيرة الماظ. تمام. كل كلمه قلتها في الفيديوهات اسمعيها، والله يا بنات فرحه، والله العظيم فرحه ان انت برضو فرحتي نفسك في العيد وكافئتي نفسك. في حاجه تقريبا في تونس او المغرب، والله ما اعرف، حاجه اسمها حق الملح. حق الملح ده ان هو بيبقى في العيد الصغير، انه طبعا واحد على تعبك ومجهودك، فجوزك بيروح يجيب لك حاجه دهب، كل واحد ومقدرته. طبعا حق الملح ولا حق السكر موجودين عندنا في مصر. تمام. ده غير، هو بدل ما الراجل من دول يروح يقول لك نجيب لك حاجه، يقول لك نجيب لهم اكل ولا شرب في البيت. المهم، خلينا في المهم ان احنا نشغل دماغنا. شايفين هي السلسله رفيعه، ما هو برضه ما شاء الله رفيعه. حلوين يا بنات، سواء دهب عربي، سواء دهب فرنجي، سواء دهب زي ما يطلع يطلع. احنا فرحنا نفسنا، جبنا نفسنا حاجه. فكري، خلي مخك دايما شغال، خلي تفكيرك دايما شغال. ازاي انا اسعد نفسي بحاجه، ازاي انا افكر اجيب حاجه ان هي تفرحني وتسعدني وتخليني. طبعا احنا كستات ما فيش حد يقول لي ما بحبش دهب، مش هتبقي ست حضرتك، لا حبيه عشان الدهب يحبك. تمام. عايزاكي تهتمي بنفسك، بحالتك النفسيه هتحسنيها. ده بيحسن الحالة النفسية والمزاجية والمادية والمعنوية وكل حاجة. أنا إنسان كائن بحب الذهب، ما تلومونيش على كده. عارفين الفرحة تزيد امتى؟ لما تحسي ان انتي حاجات ما كنتيش حطاها في دماغك تجيبلك دخل وجابتلك. انت حتى لو من مصروف البيت زاد منك حاجة، اللي انت ال20 جنيه اللي تحطيهم في اليوم دولت، والله العظيم ولا حاجه، جابلك حاجه ب2000 جنيه عسل. هتقعدي مثلا شهرين او 3 شهور و10 ايام تقريبا، هتدفعي 20 جنيه، والله العظيم لا الجمعيه تعدي عليكي ما تحسيتي بيها اصلا. تمام. في ناس تقولك لا هو صعب ان انا ادفع، لا ان شاء الله دخلت بنص نفر 10 جنيه في اليوم، جبت 1000 جنيه. هو شهر أقول الجمعية اللي بعدها 1000 جنيه مع الحاجات اللي احنا قايلينها. ارجعي الفيديوهات واسمعي. طبعا كنت عايزة احط ما شاء الله في السلسلة، فقلت لبنتي بقى هي اللي تتعامل، ولان انا اللي بصور والكلام ده كله. قد ايه هتكوني فرحانة، قد ايه هتكوني مبسوطة، قد ايه هتكوني سعيدة، قد ايه انت بتعاملي نفسك باللي تستحقيه. انا شايفة نفسي ملكة، انا شايفة نفسي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. تمام. مش فارق معايا اللي حواليا شايف ايه، مش فارق. انا مهم انا وثقتي بنفسي وسلامي النفسي. تمام. لو انت بتصرفي حاجات على حاجات هايفه، لو مثلا بتشتري مثلا الماسك للبشره كذا، اعملي الماسكات في البيت. لو عايزاني اقول لك معلش بنتي صغيره بتعملي سلسله. انا بشتري عنايه سكين كير، قولي يا حبيبتي وانا اقول لك سكين كير ببلاش من المطبخ. تمام. وتظبطي حالك وتظبطي نفسك بفلوس في ايديكي، لان للمرة المليون هقولك سندك هو فلوسك، سندك هو قرشك. او حتى يعني بعد عمر طويل تسيبي ذكرى لعيالك. الموضوع حلو، الموضوع مربح. احنا يا بنات مش بنعمل حاجة غلط، احنا بس شغلنا اعادة تدوير لدماغنا، مش الاشياء القديمة بقى في البيت زي الفيديوهات اللي اقولك لا فكري. طبعا انا مبسوطة جدا، نفسيتي مرتاحة. لو ما انت تركزي في الحاجات اللي كانت بتترمي وقت تجيب لك فلوس، وما تركزيش مع جوزك، هتدخلي لنفسك قرش. تنسوليش تعملوا لايك، انا عماله اقول لكم
ما تنسوش تعملوا لي لايك، مش هيتعبكم في حاجة، والله العظيم هيفرحني. وعايزاكم طبعا تكتبوا لي كومنتات حلوة وظريفة ولطيفة. عيدوا عليا، مش لازم تبعتي لي عيدية، بس عيدوا عليا. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون سبب في تغيير حياتك. اتمنى ان اكون عند حسن ظنكم. العيال دخلوا عليا لخبطوني. اتمنى اكون افدتكم باي شيء مهما كان. انا بحبكم جدا، بحبكم في الله، واحب لكم الخير. متنسوش اللايك، متنسوش الاشتراك. كل سنه وانتم طيبين. خشوا عملوا عليها في الكومنتات، ما تبقوش بخلة. تمام. كل عيد وانتم بخير، كل عيد وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.